مبطلة تقدر تعملها. تيجامي يسدد بكل قوته والحارس ما يقدرش يمسك الكورة. النتيجة تبقى 3-2. فاضل خطوة واحدة علشان يرجعوا للماتش. بينتهي الشوط الأول وفريق زد متحمس جدا، لكن إيساجي قاعد يفكر ازاي سجلت الهدف، ازاي اقدر استخدم سلاحي صح. يبدأ الشوط الثاني بضغط رهيب من فريق زد، يحاولوا يسجلوا عن طريق جاجامارو اللي يسدد بقوة، لكن زانتس يلحق الكورة قبل ما تدخل. الكورة توصل لإيساجي اللي لسه محتار ازاي يطور سلاحه وتضيع منه. يقول لازم الاقي طريقة اطور نفسي. فريق زد يسترجع الكورة، توصل لتشيجري اللي بيفكر ازاي يتخطى سرعة زانتس. يفتكر مرة لمس الكورة منه ويبدأ يحلل ازاي حصل ده. يوصل لنتيجة ان زانتس انطلاقاته سريعة في المسافات القصيرة، لكن في الطويلة سرعته بتقل. وهنا تشيجري انفجر لاعب كورة رهيب، وبيورينا سرعته الخارقة اللي بتخليه يوصل للكورة ويسجل جول عالمي يخلي فريقه يتعادل. ريو بيرفض اللي حصل وعايز يرجع التقدم، لكن لعيبة فريق زد قدروا يوقفوه. في اللحظة دي بيبان جنون ناجي الحقيقي، بياخد الكورة ويمررها لزانتس، وزانتس يرجعها له تاني، وناجي يسجل جول خرافي بطريقة مجنونة. الوقت فاضل ربع ساعة